السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا وألف مرحبا بكم في قناتي المتواضعة مع أختكم الحبيبة والغالية، أختكم سارة الحنينة. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وفي أحسن صحة يا رب العالمين. وكما العادة دائما نبدو كلامنا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بإخواني وأخواتي. مساء الحب، مساء الأمل، مساء الورد والياسمين من عند أختكم سارة الحنينة. إن شاء الله شرفتوني ونورتوني في قناتي المتواضعة، وخذوا راحتكم وإن شاء الله دايما نكونوا مع بعض. إن الوفاء من الأخلاق الكريمة والأخلاق الحميدة، هو صفة من صفات النفوس الشريفة يعظم فيها العيون وتصدق فيها خطرات الظنون. وقد قيل إن الوعد وجه والإنجاز محاسنه، والوعد سحابة والإنجاز مطره. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا دين لمن لا عهد له، لا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، كما شفتوا الموضوع تاعنا اليوم راني تكلمت على الوفاء والوعد أو العهد بصفة عامة. عرفت الوفاء واش هو كلمة الوفاء، وهي صفة من الصفات التي يمتاز بها الإنسان أو المسلم. وكما راكم تشوفوا الصورة هنايا الكلب، يعني كلب أنثى وذكر، راهم يلعبوا، راهم يجروا، راهم في المزرعة، وكأنهم في حرية تامة وفي استقلال، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني تكلمنا عن الوفاء. كما نعرف أن الكلب وهو حيوان أو صديق للإنسان، صديق وفي بمعنى الكلمة. ويطلق على الكلب أنه أفضل صديق للإنسان، وهو لا ينسى
صديقه حتى لو انقطع عنه فترة طويلة. كما قيل إن الكلاب تعيش فترة زمنية معينة تتراوح ما بين 8 سنوات حتى 10 سنوات. أن الكلب قيل عنه أن الفترة الزمنية اللي يقدر يعيشها في الحياة وهي تتراوح ما بين 8 سنوات حتى 10 سنوات، والله أعلم. وكما ورد في القرآن الكريم إخواني أخواتي بأن الكلب مذكور في آية من آيات القرآن الكريم، وهو كلام الله العزيز الحكيم. يعتبر وسيلة للصيد، وذكر في سورة المائدة. ومعنى الآية أنه هو يصيد بعض الحيوانات اللي نقدروا ناكلوها مثل الأرنب. نعرف بأن الكلب يصيد الأرنب والإنسان قد يأكلها، إنه وسيلة للصيد، هكذا كما ورد في سورة المائدة. وكذلك ذكر أن الكلب أحد الحيوانات الأليفة التي ترافق الإنسان. وبطبيعة الحال هذه القصة كامل معروفة عند المسلمين وعند أمة محمد، وهي عبرة تعلمنا منها بزاف الأشياء، وتعلمنا منها بزاف المواقف. وبطبيعة الحال هي القصة أو الصورة بالمعنى الحقيقي هي صورة الكهف. وشكون اللي ما يعرفش فينا صورة الكهف؟ ومن هذه القصة، يعني قصة أهل الكهف، أن الكلب الذي اشتهر برفقته لأصحاب أهل الكهف. كما نعرف في السورة الآية 18 و 22 من سورة الكهف أن الكلب مذكور ذكر كثير، ربما مرها حتى إنسان ما خافي عليه الآية الكريمة.
والآية تقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. صدق الله العظيم. والآية الأخيرة أو رقم 22 من سورة الكهف تقول يقولون 7 ثامنهم كلبهم ويقولون 3 رابعهم كلبهم إلى آخر الآية. يعني الكلب مذكور في القرآن الكريم وهو صديق وفي أو رفيق وفي للإنسان. وهنا نكمل لا فيديو تاعنا وهدرنا على الوفاء وأشرنا إلى الوفاء ربما عند الحيوانات يكون أكثر من عند الإنسان. إن شاء الله يا رب يكون الوفاء ما بين الناس هما الأولين ومن بعد عند الحيوان. ونتمنى لكم حظ سعيد، وإن شاء الله تستمتعوا معايا مع هذه الكلاب الجميلة اللي راهي تلعب وناشطة بنشاط وحيوية في المزرعة. وتحياتي لكم جميعا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن شاء الله ما نكونش كثرت عليكم ولا زعجتكم بكلامي. مع السلامة، إلى اللقاء.